انا عايز اروح لانواع تجميل الاسنان. يعني انا اتكلمت، يعني عاملين نقسم طلع طب الاسنان في انواع، ومنها فرع التجميل، والتجميل فيه انواع كمان. بالظبط. ايه انواع تجميل الاسنان؟ تجميل الاسنان والله بيبقى فيه دواعي كتير تخلينا نجمل الاسنان، وفي حاجات الناس ما تبقاش متخيله انها ينفع تتعمل، زي مثلا الفلجه او المسافه اللي ما بين السنتين القداميين دي. في ناس بتبقى مولوده طبيعي، الفروقات بيبقى في فرق او فراغ ما بين السنتين القداميين دول. فناس كتيره كانت تقول لا دي ملهاش حل، ولو انا لعبت فيها هبوظ السنه والكلام ده كله. ابتدى دلوقتي بقى عندي ان انا اقدر اعمل العدسات التجميليه دي. العدسات التجميليه دي ان انا ابتدي بالميكروسكوب اشيل حاجه زي ورقه السيجاره من على السن، وابتدي الزق عدسه رفيعه جدا التخانه بتاعتها 3/10 من الملي، حاجه يعني ولا حاجه، ورقه سيجاره ارفع من ورقه السيجاره، والزقها تقفلي الفراغ وتعمل لي شكل رائع للسنان. ولا تتخيل ان هي الشكل ده هو اللي قبل، او ان انا لعبت في السن، او ان انا عملت فيها حاجه. فقفل الفراغات دي بقت من الحاجات اللي مثلا الكومن جدا في تجميل الاسنان. لو بصينا على الصوره زي يعني دي بنت جميله، تبدو انها جميله. بالظبط، احساسي انها جميله، انا ما اعرفش بقيتها فين. وهي يعني بقيت الصوره اكيد حلوه الشكل، بس الحته دي مش حلوه. الفراغ ده كان عامل لها مشكله، يعني قاعده راحت مثلا ل 20 30 دكتور يقولوا لها لا ده هتبوظ السنه ولازم تعملي طربوش وهتطلع السنه شكلها مش حلو والكلام ده كله. لا، احنا دلوقتي نقدر ان احنا اشيل حاجه بسيطه جدا من على سطح السنه، لا تكاد لا تذكر، من على سطح بالميكروسكوب، لان انا بقدر عندي اكبر زي ما شفنا الصوره كده متكبره 40 50 مره، اشيل البتاع يبقى عندي حاجه. بص حضرتك، يعني يعتبر اكني ما شلتش حاجه. يعني اكني ما شلتش حاجه، يعني مجرد بس حاجه خفيفه جدا. ده التحضير بتاعها. وابتدي بقى بالسرك. ده التحضير. لسه ما ركبتش حاجه خالص. يعني اكني ما شلتش، يعني يعتبر حاجه 0.3 دي 3/10 يعني السنه زي ما هي، ما لعبناش فيه. وبعد كده ابتدي اصور بالميكروسكوب بجهاز. بقى عندي جهاز اسمه سارك. الجهاز ده بدل المقاسات بتاع زمان يبتدي يصور لي، يعمل لي موديل 3 دي او شكل 3 دي ده للموديل. ابتدي اقول له اعمل لي على ديزاين للكلام ده ثلاثي الابعاد على السنان دي. وابتدي العيان يشوف الكلام ده على وشه. ده 3 دي ما معناها عمق وطول وعرض، صح كده؟ كل حاجه. انا اكني ماسك سنه، كأن لاففها داير ما يدور. بالظبط، اكني الناس بدات تفهم ال 3 دي يعني اللي هو حاجه مجسمه. بالظبط مجسمه. وابتدي اقفل اهو الفراغ، واعمل التو لانسز او تو لامينتس دول. الغطاء التجميلي او القشره التجميليه دي رفيعه جدا وقفلت السبيس، وده الشكل، ونحطه على وش العيان. يبتدي يشوف ان ده شكله النهائي، ودي خلاص هتبقى كده، السنه هتبقى كده. يبتدي اقول له اعمل لي خرط، وابتدي اشوف في العضه برضو مع السنان علاقتها بالسنان القدامانيه، بحيث ان ما يبقاش في حاجه عاليه حاجه مش مظبوطه الكلام ده كله. وابتدي اقول له اعمل لي خرط للكلام ده بالكمبيوتر برضو. الكمبيوتر في مكنه برضو بتبتدي تحط البلوك كده، بلوك من بيور بورسلين او بورسلين نقي جدا، ودرجه شفافيته عاليه جدا. ابتدي اخرطه، وادي المنظر اكني طبيعي جدا، اكني ما عملتش حاجه. وكان زمان يقول لهم لا ده انت لازم تعمل السته اللي قدام والكلام ده كله عشان تعمل سنتين. لا، هم السنتين لوحدهم خالص، وما عملناش حاجه تاني خالص غير السنتين وكفرز، ومش محتاجين نعمل. طالما ان هي مش عايزه تبيض سنانها وعايزاها بنفس اللون، خلاص انا ما بلعبش في حاجه تاني. ليه؟ لان انا عندي درجه دقه في اللون وفي الشكل وفي الكلام ده كله. بالكمبيوتر اقدر اجيب بالظبط اللي موجود من غير ما احتاج ان انا ابوظ حاجه تانية علشان خاطر الدقه بتاعتي اقل. يعني كان زمان هو عشان ما يقدرش، ما عندوش درجه الدقه انه يموميفاي او انه يماثل الطبيعي، فكان يقول لك لا نعمل اللي بعدها واللي قبلها واللي مش عارف. لا، دلوقتي انا بعمل اللي انا عايزه بس، واوصل للي انا عايزه بدون اي اعراض جانبيه، وتفضل 20 سنه ما يجرالهاش حاجه. ديت في نفس اليوم روحت دي خلاص ساعه الا ربع. ما هي بالظبط، خدت المقاسات دخلتها، عملت بالجهاز. نراجع حته ان انت لما بتاخد المقاس انت عندك الجهاز نفسه بيعمل اللامن. بالظبط، على المقاس اللي انا عايزه. انا ما عنديش عرضا وطولا. بالظبط، ما عنديش حدوته المقاس بتاع العجينه بتاعت زمان دي. لا، ده هو كاميرا ليزر ثلاثيه الابعاد بتاخد صوره وتطلع لي الموديل اللي احنا شفناه ده. ابتدي ديزاين على الكمبيوتر، فيبقى درجه الدقه عاليه جدا، وابقى شايف بقى السن قدامي بجد، مش جبس، مش حاجه، مش موديل. حلو قوي. طيب ديت في اول حاجه الفروقات ممكن تكون بين السنان الاولانيه، ممكن تكون بين اي سنتين في الجنب. بالظبط، نفس الفكره برضه. بالظبط، تمام.